السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هناخد آخر فيديو معانا في الشابتر الأولاني اللي هو الانترودكشن يعني. أتمنى تكون الفيديوهات اللي فاتت يعني بتتراجع كويس يعني، عشان كده والله آه، الفكرة إن إحنا عايزين، يعني زي ما بنقول كده إحنا عايزين نهضم المادة دي، فالهضم بيجي مع التكرار، فبالتالي إحنا بندي مساحة علشان الناس يعني تعرف تذاكر المواد يعني. طيب احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه يا باشا؟ احنا دلوقتي خلاص احنا خدنا آه، محاضرة والتانية، فاضل كده المحاضرة الأخيرة. طب المحاضرة الأخيرة دي بتاعت ايه؟ قال لك يا باشا انت خدت أول حاجة، عرفت الأسنان وعرفت أشكالها وعرفت أنواعها وعرفت ازاي نعدها. بعد كده المحاضرة التانية بدأنا نكمل في نفس الانترودكشن وخدنا فيها التفاصيل الكتيرة دي، اللي هو عرفنا ايه اسماء الحاجات اللي موجودة في الاورال كافيتي، يعني ايه اورال كافيتي اصلا، وبعد كده اورال كافيتي يعني تجويف الفم، وبعد كده عرفنا يعني ايه لسان، ويعني ايه بلد، ويعني ايه كذا. خدنا المواضيع دي كلها، وفي الاخر عرفنا ازاي ازاي تعمل اللي هو الانجلز دي، اللي هي لاين انجل والبوينت انجل ان شاء الله تكون معروفة، ولو مش عارف حاجة يا باشا روح وارجع وهاتها تاني يعني. بس كده. طيب يلا نبدأ. يلا نبدأ معانا اللاند ماركس. احنا النهارده هتكلم اغلب المحاضرة عن حاجة اسمها anatomical landmarks. يعني ايه anatomical landmark؟ يعني الحاجات الاناتومي اللي احنا بنشوفها والعلامات اللي بنشوفها في الكراون. ايه الكراون ده؟ اللي هو التاج اللي من فوق. المرة اللي فاتت عرفنا يعني ايه كراون، يعني ايه روت، يعني ايه سيرفيكال، سيرفيكال لاين. المفروض تكونوا عارفين الكلام ده. اللي مش عارف يرجع طيب. المهم هناخد اناتوميكال لاند مارك. اناتوميكال لاند مارك يعني بالمعنى العام بتاع التضاريس اللي موجوده في القصبه او في الشكل بتاع الاسنان ده. يعني ايه التضاريس؟ يعني يا باشا انت ممكن تشوف في التضاريس، يعني مثلا خلينا نرسم كده. شايفين كده احنا بنعمل ايه؟ شغالين مثلا بنرسم سنة، هنلاقي ان هنا في حتة عالية وهنا حتة نازلة، حتة عالية حتة. احنا عايزين نفهم التضاريس دي معناها ايه، عايزين نفهم ايه الحاجات اللي طالعة والحاجات اللي نازلة. طب عشان نفهمها هنعمل ايه؟ هنبدأ ندرس، هنقسم السيشن دي على جزئين. جزء هنسميه الاليفيشنز. يعني ايه elevation؟ كراون elevation يعني المرتفعات اللي بنشوفها على الكراون من فوق. طيب ويعني ايه ديبريشن؟ ديبريشن يعني المنخفضات، يعني مثلا هتبقى عامله كده، فدي هنسميها دي مرتفعات ودي هنسميها منخفضات. فده اللي احنا هندرسه. طب هتتقسم ايه؟ هتتقسم كل واحده فيهم، واحد هتتقسم على ثلاثه اللي هو اللوبس والتيوبركلز والريدجز، مش مهم نعرفهم دلوقتي. والدبريشن هنقسم لجروفز وفيشرز وفوساي وبيتس وسالكس. وفي بعد كده حاجتين كده هنختم بيهم يعني، ففوقهم عادي. طيب احنا عشان نبدا دلوقتي هنبدا ان شاء الله باول حاجه معانا هي كراون اليفيشن. طيب يعني ايه كراون اليفيشن؟ يقول لك يا باشا دي الحاجات اللي احنا لما نشوفها في السنه هطلع بيها لفوق، يعني الحاجات اللي انا لما اشوفها هحسها مرتفعه عن السطح العادي بتاع السن. يعني انا بس السنه ماشيه كده عادي هنلاقيها دي حته ارتفعت. هي دي الاليفيشنز اللي احنا هندرسها. طيب هنبدا باول حاجه معانا اسمه اللوب. اللوب يعني فص. لوب معناها ايه؟ يعني فص يعني حاجه بارزه يعني. بس انا عايز قبل ما ابدا ان احنا اي حاجه هنقولها في الاليفيشنز معناها مرتفعه، يعني حاجه مرتفعه عن السطح العادي. مرتفعه عن السطح العادي بتاع الاسنان، يعني السنه سطحها كده فدي هتلاقيها مرتفع. طيب عايز اوريكم شكل ايه. مثلا شايفين كده؟ يعني ايه مرتفع؟ يعني باشا انا السطح بتاعي كده اهو، فلقيت دي مرتفعه ودي مرتفعه اهو، يبقى ده هسميه معايا مرتفعات. ده اللي هندرسه تمام. بس نرجع تاني كده عشان نشوف الوضع. احنا كنا بنتكلم عن الاليفيشن، قلنا الاليفيشنز اللي احنا عايزين ندرسها دي معناها المرتفعات. طيب اول مرتفع هنجاب له معانا اسمه اللوب. يعني ايه لوب؟ يعني فص. طيب عشان نفهم فكره اللوب دي فانا عايز اوصل لكم فكره. بصوا كده، انا هرسم دلوقتي سنه. حلو. هرسم السنه دي مثلا كده. دي ولنفترض انها الابر سنتر. حلو. حلو خالص. طيب الابر سنتر اللي انا رسمتها، هل السنه نفسها بتكبر بالشكل ده؟ لا مش بتكبر بالشكل ده. امال بتكبر ازاي؟ قال لك السنه بيكون ليها مركز بتكبر فيه، يعني حاجه كده كل ما بتكبر تقوم زايده من عنده. اسمه مركز الجروس او مركز الكالسيفيكيشن او مركز، يعني هو المركز اللي بتكبر فيه عشان ما نروحش لمصطلحات غريبه. طيب ايه اللي بيحصل؟ مثلا انا هوريكم شكل مثلا. ده هو الحته دي كده. فانا هوريكم ازاي الدنيا بتكبر.
مثلا انا ده اسمه عندي مركز، وده اسمه مركز كده، وده اسمه مركز. فايه اللي بيحصل؟ تيجي عندنا حاجه اول ما يبدا يفرز، فهيفرز في الحته دي، فالدنيا تكبر هنا، فكده يبقى شكل الكراون اول شويه، بعد كده يبدا يكبر يكبر ويبدا يزيد كده، يبدا يزيد، اه، يبدا يزيد يزيد كده، يبدا يزيد يزيد، يبدا يزيد يزيد لحد ما يديني الشكل الاساسي اللي هو بتاع الكراون. شايفين؟ يبقى هنا ده السنتر اوف جروس. اسمه ايه البتاع ده؟ اسمه اللوب. يبقى ايه هو اللوب؟ هو الفص اللي عنده بتبدا السنه تكبر لحد ما تديني الشكل الاساسي بتاعها. يعني ازاي الكلام ده؟ قال لك ده هو البرايمري سنتر للكالسيفيكيشن، للتكلس. يعني ايه كالسيفيكيشن؟ يعني بحط لها كالسيوم، بخليها صلبه. يعني ايه صلبه؟ يعني زي العظم، في العظم كله كالسيوم، فتلاقي ان ان الجزء اللي فيه كالسيوم بيبقى صلب خالص، بيبقى صعب، بيبقى هارد، بيبقى صلب. تمام. وجروس فورمد. يعني ايه جروس؟ يعني الحته اللي بتبدا تكبر من عندها. ايه اللي حصل هنا؟ والله انا كان عندي هنا سنتر اهو بدات تكبر، يعني كانت شكلها كده في الاول، ادي الثلاث فصوص اهو، بدات تكبر 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 كده لحد ما وصلت لي للشكل الاخير اللي احنا دايما بنشوفوه على طول عندنا اهي، بدأ لحد ما تعمل كده. شايفين كده؟ لحد ما وصلت للشكل ده. طيب الشكل اللي وصلت له ده في الاخر ده اسمه الفول كراون، يعني ده الكراون الكامل اللي ظهر عندك. ايه هو الكراون ده؟ اللي هو التاج اللي احنا اللي احنا عارفينه. يبقى اثناء يقول لك during الكراون ديفلوبمنت، اثناء مرحله تكوين الكراون بيبدا الجروس بيبدا من عند اللوبس دي. يعني ايه لوب؟ يعني مصدر اللي هو مصدر الجروس. بس لازم تفهم اللوب ده جاي من فين. طيب انا وانا بكبر اللوب ده، اللوب اكيد فهمت من الحوار ده كله ان اللوب ده هو اللي بيعمل المرتفعات والمنخفضات. ازاي الكلام ده؟ شايفين كده؟ اللوب وهو بيكبر عمل لي هنا اهو، نغير اللون. اللوب هنا شايف كده عمل لي هنا مرتفع، وعمل لي في الحته دي منخفضه. شايفين؟ مرتفع منخفض مرتفع منخفض، في الحته دي منخفضه، الحته دي مرتفع، الحته دي منخفض. فانا اللي افهم من الحوار ده ان انا اللوب هو اللي بيعمل لي الاليفيشن والديبريشن. يبقى من عند اللوب انا هفهم وهبدا افهم ان اللوب ده هو الاساس بتاعي في كل حاجه، يبقى المصدر اللي عمل لي ده كله. تمام. يعني ايه لوب؟ يعني فصل. طيب نبدا باول حاجه معانا. يقول لك ان اللوب عمل ثلاث حاجات، حاجه اسمها ماميلون، وحاجه اسمها سينجلم، وحاجه اسمها كاسب. واحده واحده. يعني ايه ماميلون؟ تعال نشوف يعني ايه ماميلون. الماميلون دي احنا فاكرين، احنا قلنا ان الكراون بيبدا يكبر بالشكل ده، كل شويه بيبدا يعمل كده، يعمل كده اهو، يعمل كده اهو، يعمل كده اهو، لحد ما يوصل ادي شكل الكامل ده. فالسنه لما بتطلع في الاطفال الصغيرين بيبقى عندها شراشير. اهي الشراشير دي، الشراشير دي هي اللي بتبقى ظاهره عند الاطفال. طيب زي ايه؟ تعالوا نشوف شكلها، نشوف شكله حلو كده اهي. شايفين كده؟ شايفين الشراشير دي اهي؟ السنه بتكون شكلها كده في الاول، تبدا تكبر 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 لحد ما توصل للشكل ايه؟ الشكل اللي اللي احنا شايفينه ده اهي. شايفين؟ عملت الشكل الاخير ده اهو. شايفين؟ فمين السبب في الحياة دي؟ اللوب. يبقى ايه اللوب ده؟ اللوب ده هو المصدر بتاعي في كل حاجة. طيب فانا قبل ما ابدا في الموضوع ده عايزكم تعرفوا حاجه. انا لما اقول لكم عايزين نعرف ايه المرتفع ده او الحته العاليه دي هنسميها ايه، لازم تقول لي ان الحته العاليه دي جايه من اللوب ولا مش جايه من اللوب. لو جايه من اللوب فهسميها برايمري، حاجه اوليه. يعني ايه برايمري؟ يعني حاجه اوليه، يعني جايه فعلا من الحياه اللي هي الصح يعني. طيب لا، لو مش جايه يبقى خلاص هي مش جايه من برايمري. طيب لسه هنكمل في اللوب وعايزين نعرف انا عندي هل كل الاسنان بتتكون من 3 لوب ولا 4 لوب ولا 5؟ يعني كام لوب بيكون السن؟ عايز اعرف. قال لك لا، يعني قال لك الموضوع بسيط خالص. إيه الموضوع؟ قال لك ان الفيشيال او الجزء الفيشيال. يعني ايه فيشيال؟ يعني الجزء بتاع الليبيا، الجزء اللي باصص على الوجه. يعني انا لما ابص على الفيس من بره وانا شايف واحد قدامي كده هشوف وهعرف الشكل بتاع الفيشيال. يعني ايه؟ يعني دي فيشيال على كده، دي بنسميها فيشيال. طيب الفيشيال ده قال لك اي شكل، اي جزء بتاع او اي اسنان اللي هي الانسايزرز والكناين والبريمولر اللي بيظهروا عندي من قدام دول عندهم 4 لوب. يعني ايه 4 لوب؟ يعني ادي واحد، شايفين كده؟ ادي واحد وادي اتنين وادي تلاتة، ادي واحد اتنين تلاتة. طيب فين الرابع؟ قال لك الرابع لما تقلب السنة اهو، نفس السنة اهي مسكناها ورحنا قلبناها لقينا عندها كده واحد من ورا، يبقى واحد زايد من ورا كمان. يعني دي وادي شكلها لما نبص على السنة من فوق. ادي فاكرين؟ ادي واحد وادي اتنين
وادي 3، ونبص عليها من ورا الجزء اللي ناحيه الطنج، الجزء اللي ناحيه اللسان، بنلاقي عندها واحد رابع. طيب يبقى انا كده عندي كل الاسنان اللي هي الانسايزرز والكناين والبريمولر، خلاص عارفين يعني الكلام ده كله بيتكون من 4 لوب. الأربعة لوب دول بيتقسموا ازاي؟ قال لك 3 بيكون ناحية الفيشيال، 1 بيكون ناحية اللينجوال، 3 بيكونوا ناحية اللب أو البكل، وواحد بيكون ناحية التنج أو البلت. يعني ايه تنج وبلت؟ المرة اللي فاتت قلناهم بس مش هنتطرق خلاص ليهم تاني. طيب المولرز يا باشا، يعني احنا اتكلمنا خلاص، عرفنا الانسايزر والكناين والبري مولر. انا عايز اعرف المولر، يعني ايه المولر؟ ليه الضروس عايز اعرفها بتتكون من. قال لك يا باشا كل المولرز بتتكون برضو من 4. يعني ايه 4؟ انت لو بصيت على المولر هتلاقي شكله كده اهو، عامل نفس الطريقه. فده هنلاقي ان هو بدأ يزيد هنا، ادي لوب وادي لوب وادي لوب وادي لوب، فبدأ يعمل لي 4 لوب، عملوا لي الكسب، عملوا لي الكراون كله بتاع المولر. طيب هل في حاجه غريبه في الموضوع؟ لا. الغريب او الجزء اللي احنا عايزين نفهمه، هل في اكسبتات؟ في اكسبتات. ايه الاكسبتات؟ يعني ايه اكسبت؟ يعني جزء ما عدا، اللي هو كل الاسنان من 4 لوب ما عدا كم حاجه كده. يعني ايه؟ يقول لك مثلا عندنا في جزء بنسميه او في سنه بنسميها اللور سكند بريمولر، اللي هي اللور يعني من تحت، سكند يعني رقم 2، بريمولر اللي هي ما قبل الضروس، يبقى هو السنه رقم 2 في ما قبل الضروس. قال لك دي بتتكون ساعات من قصبين او 3 قصب. يعني ايه قصب يا عم ايه الكلام الغريب؟ اهو القصب، شايفين كده؟ شايفين؟ احنا بنسمي لما نبص على سنه ونلاقيها ليها كده زي السن المدبب كده، زي الهرم، يعني قمه الهرم بنسميها قصب. طيب ساعات بنلاقي ان البريمولر، يعني ده اسمه بريمولر على كده، ساعات بنلاقيه ادي ليه قصب واحد وادي قصب التاني، ساعات بنلاقي ليه قصبين فبيبقى عامل شكله كده من ورا، يعني كده زايد 2. فبيقول لك ان البريمولر اللي عنده 3 قصب، قال لك ده بيكون عنده 5 لوب. طيب يا رب ال5 لوب دول جايين من فين؟ قال لك اهي نفس الفكره، شايفين؟ ادي 1 هنا، ادي 2، ادي 3، ف3 ناحيه البكل، 3 ناحيه الجزء اللي من قدام، اللي هو بيكون باصص على شفايف او باصص على الخدود، الجزء اللي من بره ده. طيب وبيكون فيه، لو كان هو 3 قصب، لو كان هو يعني ايه قصب؟ قلنا الجزء الهرم اللي طالع ده من فوق. قال لك لو كان هو عنده 3 قصب، لا يبقى كده عنده كام لوب؟ عنده 5 لوب. يبقى 3 كسب، طيب عنده 5. طيب لو عنده كسبين بس، عنده مرتفعين، عنده هرمين بس، لا يبقى ده عنده 4 زي العادي بتاعنا. يبقى ايه الاكسبت بتاعنا؟ قال لك البريمولر اللي من تحت ال3 كسب طيب بتاعه بيكون عنده 5. هل بس كده؟ قال لك لا، السنه اللي جنب البريمولر على طول اللي هو بنسميها لور فيرست مولر، اول سنه في المولرز بتوعنا، قال لك دي يا باشا دي عندها 3 بكل واحد لينجول. يعني ايه الكلام ده؟ اهي احنا ده اللور فيرست مولر، اول سنه في المولرز اللي من تحت. قال لك تلاقي ده عنده 5. ايه 5؟ قال لك تلاقي 3 ناحيه البكل و2 ناحيه اللينجوال، 1 2 3، ادي 4 5. طيب عايزين نشوف الشكل ده، عايزين نشوفه في حته تاني كده، ثواني. اهي شايفين كده؟ شايفين؟ بصوا كده، احنا عندنا هنعد اهو، احنا عايزين الاسنان اللي من تحت. طيب الاسنان اللي من تحت ده هنعد مثلا، ادي ده السنترال انسايزر، وده اللاترال، وده الكاناين، بعد كده ده الفيرست بريمولر، وده السكند. طيب هنيجي عند السكند هنا ونقول يا باشا انت السكند؟ هيقول انا السكند. طيب يا باشا انت عندك كام لوب؟ يقول والله انا لو كنت كسبين عادي زي صاحبنا ده، ادي 1 وادي 2 اهو، لو كان عنده 2 زي صاحبه فكده هو عنده 4 زي العادي، 4 لوب. طيب لا، لو كان عنده 3 كسبات، 2 من ورا وواحد من قدام زي كده، يقول لك لا انا عندي 5 لوب. طيب ومين تاني؟ قال لك صاحبي اللي جنبي على طول اللي هو اللور فيرست مولر. طيب قال لك ده هيبقى عنده 1 2 3 4 5، عنده 5، 3 من ناحية البكر اهي تاني، 3 من ناحية البكر ادي 1 2 3، وادي 2 من ناحية اللينجوال. فكده ده عنده 5 وده عنده 5، بس في اكسبت ده بتاع 3 قسم بس كده. طيب نرجع تاني، خلاص احنا عرفنا ان اغلب الاسنان 4 لوب، اي سن 4 لوب ما عدا اكسبت. ايه الاكسبت؟ قال لك اللور سكند بري مولر واللي معاه اللي هو لور فيرست مولر.
طيب في اكسبت تاني يقول لك ان السنه لو حصل فيها مشاكل اثناء التكوين اكيد مش هتتكون باللوبس العاديه بتاعتي. يعني مثلا انا عندي العادي ان السنه بتتكون باربعه لوب، صح؟ طيب لو السنه دي ما اتكونتش صح اكيد مش هيكونوا اربعه، هيكونوا ثلاثه، هيكونوا اتنين، ساعات هيكون واحد بس. اعرف بس المعلومه ان السنه لو كانت شكلها غريب، شكلها يعني شايفين ده الابر سنتر اهو، شايفين ده الابر سنتر وده بعد كده اللاترال. طب هل اللاترال شكله ده شكل ده زي اخوه التاني يعني شكل اللي موجود هنا زي التاني؟ لا. فده قال لك ده حصل فيه مشاكل اثناء التكوين. فهل عدد اللوبس اللي فيه هتكون زي عدد اللوب التاني؟ اكيد لا طبعا، هتقل. يعني قال لك 2 لوب او 3 لوبس might be found يعني ممكن اشوفهم على الابر لاترال انسايز. طيب تعالى كده نكمل في اللوب. احنا فين في اللوب؟ يعني ايه لوب يا شباب؟ المركز اللي بيحصل عنده الجروس، المركز اللي بيحصل عنده ان السنه بتكبر، المركز اللي بيحصل عنده ان السنه بيحصل لها كالسيفيكيشن. طيب تاني تعال نكمل. احنا عندنا اللوبس في الانتيريور والبوستيريور. قلنا والله ان كل معظم الاسنان اللي عندنا اربعه لوب، قلنا في ثلاثه ناحيه الليبيال وفي واحد ناحيه اللينجوال، صح كده؟ طيب ادي واحد اتنين تلاته، وادي اللي من ورا اهو، شايفين من ورا كبير ازاي؟ وفي البوستيريور ده ناحيه الاوكلوز، يعني احنا باصين على السنه كده من فوق الناحيه، يعني السنه دي باصين عليها من فوق. هنعد كده واحد اتنين تلاته اربعه، تمام خلاص كده. واحنا معظم الاسنان عندنا اربعه. طيب هندخل دلوقتي فين؟ في الماميلون. يعني ايه ماميلون؟ قلنا يا باشا اللوب عندي، اللوب شايفين اللوب ده؟ اللوب عندي هو اللي بيعمل لي التضاريس، فاول تضاريس ممكن يعملها اللوب هي الماميلون. يعني ايه ماميلون؟ قال لك بتلاقي ان في كل سنه عند الاطفال بس، بنلاقيها عند الاطفال عند البرايمري دنتيشن مش عند الكبار. يبقى بنلاقيها في البرايمري دنتيشن مش البيرمننت دنتيشن. طيب قال لك بتلاقي ان الاطفال عندهم حته كده حته زيادات. فتلاقي ان الواحده اللي لسه اول مره يعني تكون حامل وتخلف بيبي كده، اول ما يكبر بيبي لا شكل اسنانه غريب، فتروح لدكتور اسنان تقول له لا يا دكتور في مشكله هنا. طب اعمل ايه؟ راح هو يقول لا ده الطبيعي بتاعه، ان ده الانسان بيتولد كده عند الاطفال. لكن الكبار هل بنلاقي فيه الكلام ده؟ لا. ليه بقى؟ تعال اقول لك ليه. احنا عارفين اكيد ان الاسنان بتبدا دي تنزل على دي ودي تطلع في دي. فقال لك ان نتيجه ان الاحتكاك ما بين دي ودي تبدا دي تتبري وتبدا دي تتبري لحد ما توصل للشكل الاساسي بتاعنا اللي هو ده، شايفين كده؟ يبقى نتيجة البري، نتيجة إن السنة بتتبري، لا مش هيحصل الكلام ده. يبقى أنا عندي السنة بتتولد بالشكل العادي اللي هو اللي اتفقنا عليه اللي هو بتاع الماميلون. يعني ايه ماميلون؟ يعني سمول راوند بروجيكشن. يعني ايه سمول يعني صغيره، راوند يعني دائريه، بروجيكشن يعني حاجات بارزه. في الانامل تحصل في الانامل فاوند بس، يعني بنلاقيها في الانامل. امال في حاجات ممكن نلاقيها في بس مش قصتنا دلوقتي. يبقى انا الماميلون احفظها كده، سمول راوند بروجيكشن في الانامل. طيب الاقيها فين يا باشا؟ قال لك هتلاقيها على الانسايزل، الجزء بتاع الانسايزل، الجزء بتاع العض. احنا فاكرين الجزء بتاع العض ده سميناه ايه؟ سميناه انسايزل سيرد. عندي الجزء بتاع العض، الجزء اللي السنه بتعض فيه، شايفين اهو الجزء ده بنلاقيه عند الجزء اللي السنه بتعض فيه. فين؟ في النيولي ايرابتد تيس، في الاسنان اللي لسه طالعه. يبقى السنه عنده طلعت اهي، فنسميها نيولي ايرابتد انسايزل. قال لك لا، لكن الوضع مش بيكمل. امال ايه اللي بيحصل؟ قال لك soon it wears away. قال لك بيحصل لها انها بتتاكل نتيجه ان السنه بتبدا يعني يحصل لها احتكاك مع اللي تحتها فبتبدا تتاكل. طيب خلاص الحمد لله انا عرفت الكلام ده. قال لك ايه تاني؟ قال لك ان الماميلون دي بتيجي نتيجه اللوبس الحقيقيه، البرايمري لوبس، وحط تحتها 100 خط عشان بتيجي ام سي كيو. انا عندي الماميلون جايه من لوب ولا مش جايه من لوب؟ لا دي جايه من لوب، خلاص كده اعرفها. تمام. بس كده احنا خلصنا اول واحده اللي هي الماميلون. عشان فهمنا ايه احنا ازاي خلصناها بس عشان فهمنا الاصل بتاعها اللي هو اللوب وعرفنا بتيجي ازاي. طيب ايه التاني؟ قال لك في حاجه اسمها السنجلم. يبقى احنا كده خدنا ماميلون ودلوقتي داخلين على السنجلم. يعني ايه سنجلم؟ قال لك ده برضه بروز. طيب يا رب يفهمني ده بروز جاي من فين برضه. قال لك لا ده البروز بس مش بتلاقيه فين؟ مش بتلاقيه من فوق، عشان اللي فوق احنا سميناه ماميلون. طيب لا بتلاقيه فين ده؟ قال لك لا بتلاقيه في الجزء اللينجوال. يعني ايه لينجوال؟ يعني ناحيه اللسان. فتلاقي اللسان موجود هنا كده، يعني ده اللسان ودي السنه كده. حلو. طيب بتلاقي ناحيه اللينجوال بتلاقي في جزء بارز في السنه كده بنسميه السنجلم. يعني ايه سنجلم؟ قال لك يا باشا ده لارج، اللي هناك كان سمول. يبقى الماميلون كانت سمول راوند، ودي راوند برضو اليفيشن او بروجيكشن في السيرفايكال سيرت. الله
يعني ايه سيرفايكال؟ يعني ايه سيرفيكال؟ قال لك احنا فاكرين لما قسمنا عندنا السنه لجزء، فاكرين ادي اللي فوق ده سميناه انسايزر، واللي في النص ده سميناه ميدل، واللي من تحت ده سميناه سيرفايكال عند العنق. فاكيد هي موجوده فين؟ عند السيرفايكال سيرد، اللي فين؟ اللي في الاسنان اللي من قدام. طيب ناحيه اللينجوال ولا ناحيه الفيشل؟ لا احنا قلنا دي ناحيه اللسان، يبقى هنا اللسان هنلاقيه هنا اللسان. طيب تمام، حلو خالص والله الوضع ده. يبقى كده احنا هنعرف نفرق ما بين السنجلم والما هنعرف نفرق. طيب ايه الفرق؟ قال لك هناك سمول، لا دي لارج، ودي راوند ودي راوند. اليفيشن بس دي موجوده على في السيرفايكال سيرد بتاع اللينجوال سيرفيس. الثانيه كانت فين؟ كانت موجوده في الانسايزال سيرد، انسايزال سيرد اللي موجوده من فوق عند انسايزال سيرد بس كده. طيب طب دي هل هنلاقيها في الاطفال والكبار ولا الاطفال بس؟ لا، قال لك دي تلاقيها في اي حد، اي حد في الاسنان الاماميه بتاعته. يعني ايه انتيريور تيس؟ ايه هم الانتيريور تيس؟ اللي هو فاكرين انتيريور تيس قلنا عليهم نوعين، اللي هم الانسايزرز والكناين. يبقى عندي الكناين وعندي الانسايزر. طيب حلو خالص والله الوضع ده. طيب اخر حاجه عايزين نعرفها، هل هي جايه من برايمري لوب؟ هل هي جايه من اللوب الكبير بتاعنا اللي هو اللي بيكون السن؟ هي جايه من. يبقى كده احنا خدنا اتنين بيتكونوا من اللوب، خدنا الماميلون وخدنا السنجلم. طيب نروح اللي بعده، الكسب. وفاكرين لما اتكلمنا عن الكسب وقلنا الكسب ده ايه هو؟ قلنا الكسب ده حتة هرم، هرم ليه 4 أسطح. فاكرين؟ احنا عارفين ان هرم كده بيتكون كده بنفس الطريقة اهو، ده اهو نفس الفكرة. ده معنى الكسب يا باشا. طيب هو elevation، الاليفيشنز اللي كانوا قبل كده، المرتفعات اللي كانت قبل كده اللي احنا خدناهم من شوية، الماميلون والسنجلم، كانوا راوند. لكن ده بوينت. يعني ايه بوينت؟ يعني ليه نقطة من فوق كده، ليه قمة، ليه حاجة أقدر أمسكها فيه. نيرلي بيراميدال انشيب، قال لك بيبقى شبه البيراميدز، بيبقى شبه الأهرامات. لوكيتد موجود فين؟ قال لك موجود على الأوكلوزال سيرفيس بتاع البوستيريور تيس، وموجود في الانسايزال بورشن بتاع كان. الله لا يا عم استنى يا عم، ايه الكلام الكبير ده؟ قال لك بنلاقي الكسب عندنا في نوعين من الأسنان. يعني يعني عشان بس نخليها سهلة، كل الأسنان فيها كسبات ما عدا الانسايزر. يعني ايه؟ قال لك بتلاقي اهو كده، يعني انا عندي ادي الانسايزر شكلها كده صح، يبقى شكلها كده مشطوف من تحت كده. بعد كده في عندي كناين، الكناين شايف ادي الكناين اهو، نعمل كده برضه، نعمل كده يطلع كده. شايفين شكل الكناين كده؟ بيبقى عنده بروز كده، ادي الكناين. بعد كده البريمولر شكله شبه الكناين بالظبط برضه، بس اكبر منه كده. طيب بعد كده في المولر، بيبقى لا ده بيبقى كبير كده. بيبقى 3 قصبات. يبقى ادي ده انسايزر، وده كناين، وده بريمولر، وده مولر. طيب عايز اعرف يعني ايه كسب؟ قال لك الكسب الجزء ده، قال لك الكسب الجزء ده، الجزء ده، الجزء ده، الجزء ده. بس قال لك لا احنا بنشوفه كده من حته واحده، لكن هو عامل زي الهرم. يعني لو بصينا عليه من كل الاتجاهات بتاعته هنلاقي ان شكله عامل زي الهرم كده، ليه بروز من كذا حاجه. طيب يبقى ايه هو الكسب ده؟ قال لك هو اليفيشن، والإيفيشن ده ليه نقطة من فوق أقدر أمسكها منه. قال لك شبه البيراميد، وتلاقيه في كل البوستيريور تيز اللي هم البريمولر والمولر. وقال لك بنلاقيه في الكناين، يعني هو مش موجود في الانسايزر. طيب قال لك ده بيتكون من إيه؟ اسمع الكلام ده. قال لك ده بيتكون من انامل ودنتين وبلب. طيب لو تفتكروا احنا اتكلمنا عن الجزء بتاع الماميلون، قلنا الماميلون دي بتتكون من ايه؟ قال لك لا الماميلون دي اللي هي اللي عامله زي كده الشراشير دي لا، دي بتتكون من انامل بس. السنجلم بتتكون برضو من انامل ودنتين وبلب. طيب الكسب ده بيتكون من ايه؟ قال لك برضو انامل ودنتين وبلب. طيب قال لك الكسب ده جاي من برايمري لوب. يبقى احنا كده خدنا 3 جايين من برايمري لوب، الماميلون والسنجلم والكسبات. طيب عايزين نشوف الموضوع ده. قال لك اول حاجه هنبدا بالقناين. قال لك القناين دي كسبت، يعني عندها بس كسب واحد بس. يبقى القناين عندها كسب واحد بس. each possesses a single كسب في الانسايزال بورشن. احنا التقسيمه اللي احنا بصوا مش هنطلع منها. السمينه اللي من فوق ده جزء الانسايزال، واللي في النص ده الميدل، واللي في الاخير ده هو السيرفيكال. طيب حلو خالص والله الوضع ده. يبقى ده القناين، وعنده كم؟ القناين عنده كم كسب؟ كسب واحد. طيب البريمولر، عايز اعرف البريمولر فيه كم كسب؟ قال لك على حسب. فاكرين البريمولر؟ قال لك لو سنه فيها كسبين
او سنه فيها 3 قصبات. فاكرين الكلام ده؟ يعني ايه؟ قال لك والله البريمولر ممكن يكون فيه قصبين عادي، او ممكن يكون فيه 3 قصبات. طيب مين السنه اللي ممكن الاقي فيها 3 قصبات؟ لو لسه جايلينها. قال لك السكند بريمولر. طيب اللور ولا الابر؟ قال لك لا اللور. يبقى اللور سكند بريمولر ممكن الاقي فيه 3 كاسب تايم. يبقى لازم تعرف معلومه، اكتبها عندك نوت يا حاج. البريمولر في العادي بتاعه ان هو كاسبين، عشان كده في العادي بتاعه ان هو عنده كام لوب؟ عنده 4 لوب. طيب لما يبقى 3 كاسب، لا هيبقى هنا 5 لوب. بس كده. اهي شكل، ادي بصوا، ادي لوب هنا وادي لوب هنا وادي لوب هنا، وفي لوبين من ورا، واحد اتنين، في ده 5 لوب. طيب حلو خالص. طيب المولر يا باشا، قال لك المولر ده العادي بتاعه، المولر العادي بتاعه ان هو بيديني اكتر من كاسب، يعني بنسميه مالتي كاسب. مالتي كاسب يعني مالتي يعني عديد كاسب. طيب اقل مولر بتلاقي فيه 4، 1 2 3 4. طيب وأكتر مولر ممكن تلاقي فيه 5، 1 2 3 4 5. واللي يفتكر مين هو ال5 ده يبقى جدع. يلا أهو الفيرست مولر. طيب في اللور ولا الأبر؟ قال لك لا، أنا أفتكر إن هو قال في اللور برضه، عشان جنب صاحبه اللي كان هنا ده. يبقى دول كان صحاب، والاتنين كان عندهم احتمال 5 لوب، بس ده 5 كسبات، ودول كان 1 2 3 4 5. ده كان عنده 3 كسب طيب، اللي هو كان واحد من قدام واتنين من ورا. وده كان عنده 3، 1 2 3، وعنده 2 من ورا. تمام. الوضع ان شاء الله يكون سهل. يعني كسبات يعني ايه كسبات؟ يعني قمة هرم، وانا عايز اعرف قمة هرم دي بتاعتي، بس كده. طيب احنا دلوقتي لازم نراجع على اللي احنا عملناه. احنا يا باشا عملنا ايه؟ قال لك قال لك مسكنا اللوب، وعرفنا يعني ايه لوب. بعد كده اللوب يعني هو اداني اللوب، اداني ماميلون، وقلنا الماميلون دي هي الجزء اللي بيبقى عامل زي الشراشير وبيكون في الاطفال. واداني السنجلم، وقلنا السنجلم ده هو الجزء البارز اللي بيكون ناحيه اللينجوال، ناحيه اللسان. والكسبات قلنا ده هي البروز اللي بيكون عامل زي شكل الهرم، وموجود فين؟ موجود في الكاناين والبريمولر والمولر. طيب يبقى هو بيعمل كام؟ طيب انا عايز اسمي، هل الكسبات اسميها ازاي؟ قال لك والله على حسب. لو الكسب ده باصص ناحيه البكل فهنسميه بكل كسب، ولو باصص ناحيه اللينجوال فهسميه لينجوال كسب. يعني على حسب، احنا عندنا التسميه بتكون على حسب الحاجه اللي هو باصص عليها في كل حاجه يعني، او في اغلب الحاجات. طيب نمبر اوف لوبس، يعني عدد اللوبس اللي تعالوا يعني نختبر نفسنا. طيب انا فاكرين في الانتيريو احنا قلنا العادي بتاع الاسنان ان احنا بنشوف فيها كام؟ 4. يبقى ثبت دي عندك. طيب عايزين نعرف هنا كام لوب. يقول لك ادي 1 ادي 2 ادي 3، وفي واحد من ورا احنا مش هنشوفه. هنا نفس الحوار، 1 2 3، وفي واحد من ورا مش هنشوفه. طيب هنا نفس الحوار، شايفين كده؟ 1 2 3، وفي واحد من ورا احنا مش هنشوفه. نفس الفكرة يعني. انتيرو احنا كده احنا مش شايفين الجزء اللي من ورا، الجزء ناحية اللسان، احنا كده شايفين من قدام. طيب بعد كده هنكمل، شايفين؟ ده هنسميه بريمولر. والبريمولر قلنا العادي بتاعه ان هو يكون في كام؟ نفس الحوار، 1 2 3، وادي اللي من ورا ده 4. طيب لا، ممكن يكون السكند بريمولر بتاعنا ده عنده مشكلة، وطلع عندي 3 كسب. ادي يعني واحد من قدامه، وادي 2 وادي 3. فده نلاقي عنده، لا ده تلاقي عنده 1 2 3 4 5، هتلاقي عنده 5 لوب. 5 لوب. طيب تاني، ده صاحبه ده 1 2 3 4 5، يبقى ده عنده 5 لوب. مين هو ده اللي عنده 5 لوب في المولرز؟ قال لك لا، ده الفيرست لور مولر، فيرست لور او لور فيرست مولر. قال لك ده هتعد 1 2 3 4. شايفين اصلا يعني شكله باين جدا ان هو ده منظر، يعني الحته دي بتكبر فبتعمل جروف، يعني بتعمل زي نزله كده، بتعمل زي نزله هنا. شايفين شكله خالص. طيب شايفين هنا دي شكل اللاترال هنا، وده السنترال وده سنترال ودي لاترال. طيب شايفين شكل اللاترال دي مش زي دي، فاكيد في حصل مشكله في دي. فعدد اللوب فيها اكيد 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 من غير ما افهم قل عن العدد الطبيعي اللي هو 4. فممكن يكون 3، ممكن يكون 2، وهكذا. طيب تعال نشوف ده، تعال نشوف ادي عندنا 1 ادي 2 ادي 3. التلاتة يبقى ده عنده كام لوب؟ عنده 3 لوب. ال3 لوب دول من ال3 لوب دول جولنا من فين؟ يقول لك ده واحد عنده هارت شيب ده، فدي يعني فككم منها خالص، مش قصتنا خالص يعني. الحاجات دي صعبة شوية، اللي هو ان شاء الله لما تاخدوا المولرز في الترم التاني يبقى نرجع لها. تمام. بس كده. طيب عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ خلاص احنا كده يا باشا الحمد لله
مسكنا الكراون اليفيشن وخلصنا فيها حاجه اسمها اللوب، وقلنا اللوب بيديني ماميلون وبيديني حاجه اسمها سينجولم وبيديني حاجه اسمها كاسب. خلاص. طيب عايزين نشوف الباقي. في عندي حاجه اسمها تيوبركل والريج. هنبدا من دلوقتي نعرف يعني ايه تيوبركل ويعني ايه ريج. تيوبركل يعني ايه تيوبركل؟ ولا حاجه، انت ما دام عرفت ان احنا في المرتفعات فتيوبركل اكيد حاجه مرتفعه. طيب الحاجه المرتفعه دي بتتكون من ايه؟ من انامل. يبقى زي مين كان بيتكون من انامل؟ زي الماميلون. جمع يعني التجميعات دي حاول دايما تجمعها كده. ماميلونز. مين هي الماميلونز؟ قلنا الشراشير. طيب ايه يعني ايه تيوبركل؟ يعني حاجه مرتفعه. طيب بتتكون من بتتكون من انامل. شكلها ايه؟ قال لك والله ممكن اشوفها يا اما راوند يا اما بوينت. شكل كده ده بوينت عامل زي السن كده مدبب، وراوند يعني دايره. بنلاقيها في الكراون بتاع التيس. طيب قال لك هل العادي ان احنا بنلاقي التيوبركل؟ قال لك لا مش عادي ان احنا بنلاقي، بس هي شكلها مش غريب، يعني شكلها مش بنبص عليه مش غريب. ازاي؟ قال لك يا باشا بص كده، شايف؟ بتلاقي ان هنا في حته زايده كده، حته زايده بتسمى تيوبركل. يبقى الحته زايده بتسمى ايه؟ بتسمى تيوبركل. بس كده. طيب يبقى انا اول ما اشوف حته زايده فين؟ طيب هلاقيها فين يا ربي؟ تعالوا كده نشوف الحوار. قال لك انواع التيوبركلز في العادي يعني ان هو بيتلاقي حاجه اسمه تيوبركل اوف كارابيلي. كارابيلي ده اسم العالم اللي وجدها. قال لك بلاقيها فين؟ قال لك بتلاقيها على اللينجوال سيرفيس بتاع الابر 6. يعني ايه الابر 6؟ يعني السنه رقم 6 اللي موجوده من فوق ناحيه اللينجوال ناحيه اللسان. طيب بنلاقي فيها بنلاقي فيها زي حته مرتفعه، هي الحته دي بنلاقي فيها حته مرتفعه دي وبنسميها تيوبركل اوف كارابيلي. طيب ليها فكرة، يعني أنا بس عايز أفهمكم إن الكلام ده نفسه كله هيتعاد عليكم إن شاء الله. يعني إحنا هناخد السنة دي كلها أصلا وهنبدأ نشوف السنة دي وهنبدأ نحفظ عنها حاجات كتير جدا. بس إحنا دلوقتي بنعمل تجميع علشان لما أبص على السنة أعرف إن دي تيوبركل وأعرف إن ده اسمه كسب. شايفين ده اسمه كسبات أهي، ده اسمه كسب. وبعد كده هعرف إن ده منخفضات، فهعرف يعني إيه اسم المنخفضات شوية كده إن شاء الله هنعرفه يعني. بس يبقى يعني ايه تيوبركل؟ يعني يا باشا حته زايده، يا اما تكون بص كده تعالى والله حته زايده، يا اما تكون راوند يا اما تكون بوينت بتتكون من انامل بس. طيب بنلاقيها فين؟ بنلاقيها في الابر 6، يعني سنه رقم 6 في الكبار او في الاي. يعني ايه الاي؟ يعني بصوا كده A B C D E. السنة رقم كام؟ 1 2 3 4. السنة رقم 5 عند الأطفال. شايفين كده؟ يبقى عند الأطفال بنلاقيها في E وعند الكبار بنلاقيها في 6 بس. يلا نكمل. كده خلصنا. بص كده احنا نخلص بسرعة زي كراون اليفيشن، اللوبس، تيوبركل. دلوقتي هندخل على الريج. يعني ايه الريج يا باشا؟ الريج ده عايزك تفهم الريج. الريج ده معناه ارتفاع خطي، يعني حاجة مرتفعة عاملة زي الخط كده، مش عاملة كده مش عاملة كده، لا ده مش كده، لا هو عامل ارتفاع خطي. طيب ارتفاع الخط ده يعني هعرفه ازاي؟ يقول لك ولا حاجة، هيتقسم عندنا لجزء لحاجات موجودة ناحية الفيس، بص على الفيس اللي هو في الأسنان، وحاجات بص على اللسان، وحاجات بصة ناحية الأسنان من بعضها البعض يعني. طيب هنبدأ بإيه؟ هنبدأ بالفيشيال. طيب يعني إيه فيشيال؟ قال لك ده الجزء اللي انت بتبص عليه في الاسنان يعني اهو. شايفين كده؟ ده بنسميه الفيشيال او الليبيال، صح؟ وده ناحيه الميزه مش عايزينها دلوقتي. طيب ايه الارتفاع او ايه الحته المرتفعه دي؟ اول حاجه بتبص بص كان والله من اسمها سيرفيكال ريج. انا عارف ان السيرفيكال دي بنلاقيها فين؟ بلاقيها في الحته دي. الله، يا سلام. يعني انا اصلا من اسمها هعرف مكانها. ايوه بالظبط كده، من اسم الموضوع انا هعرف ايه هو البتاع. قال لك اول ما تشوفها هتبص كده اقول لك سيرفيكال ريج. يبقى ده موجود يا باشا عند السيرفيكال سيرد الموجود في كل التيس اللي موجوده فين؟ في الفيشل. الله. قال لك بس السيرفيكال ده هتشوفه يا اما يكون ظاهر قوي او يكون لا يعني زي كده حاجه سلايد، حاجه خفيفه، او عامل كده اهو. ده الفرق بين الاسنان، بس انت هتشوفه في كل الاسنان. طيب ايه اللي هنعمله دلوقتي؟ قال لك هنشوفه اهو. شايفين ده كده؟ الحته دي هي بتبقى بارزه. طب انا عشان اشوفها هل هشوفها من الكادر ده او من الزاويه دي؟ لا. فانا مسكت السنه ورحت قلبتها الناحيه دي كده، فراح ادينا عشان ابص عليها. شايفين؟ الله، ناحيه السيرفيكال هلاقي فيه جزء زياده هنا. الجزء الزياده ده سمناه سيرفيكال ريج. يعني ريج يعني مرتفع عامل زي الخط كده، طالع خط لفوق. طيب دي اسمها ايه؟ اوعى حد يقول دي اسمها السنجولم. فاكرين
يعني ايه سنجلم؟ يعني جزء دايري كده مرتفع ناحيه اللينجوال، لكن اللي ناحيه الليبيال ده بنسميه سيرفيكال ريج. فرقوا بينهم عشان لسه في كتير. السيرفيكال ريج حلو خالص. طيب تعالوا كده نشوف تاني. الله، ده بريمولر، بس البريمولر هبص على ناحيه هلاقي عنده نفس الفكره، هلاقي عنده الحته دي مرتفعه، هسميها ايه؟ هسميها سيرفيكال ريج. طيب تاني ايه؟ شايفين مسكنا سنه ايه ولقينا عند الحته دي مرتفعه، هسميها ايه؟ سيرفيكال ريج. طيب مسكنا الحته دي، شايفين ايه؟ دي في الاطفال، شايفين في الاطفال بتبقى كبيره جوه كده، في الكبار لما السنه بتتبدل بتبقى خفيفه، يبقى السنه دي بتتخلع والسنه دي بتطلع مكانها. فدي بتكون كبيرة كده واخدة زاوية كبيرة، ودي بتكون سلايد خفيفة. بس ده اللي احنا عايزين نعرفه عن السيرفيكال ريج. طيب يعني ايه ليبيال؟ ليبيال يا باشا يعني موجودة في الأسنان اللي باصة على الشفايف. حلو. فانا ببص على الاسنان اللي باصه على الشفايف دي عندها ريج. طيب يا رب الريج ده ايه شكله؟ قال لك والله هو موجود في الاسنان اللي بتبص على الليبيال سيرفيس، اللي فين اللي زي الانسايزرز وزي الكناين. قال لك نتيجه ايه؟ قال لك هي طالعه نتيجه ايه؟ قال لك فاكرين ان احنا عارفين ان في لوب هنا وفي هنا لوب وفي هنا لوب، هذه هنقسمها كده. فقال لك اللوب ده اللي في النص زاد قوي، يعني بدأ يبقى أكبر من التانيين في البناء بتاعهم. فولا حاجة، لقينا إنها عمل بروز إزاي؟ الحتة دي زادت، شايفين كده منظرها زايد إزاي؟ بارز كده عنها، عامل كده في البروز بتاعه. نفس الحوار. بس يبقى ايه ليبيال ريج؟ الليبيال ده يا باشا يعني الجزء اللي باصص على الشفايف، اللي هو بنسميه في الانتير ديس اللي هو الكناين والانسايزرز. يبقى الكناين والانسايزرز بنلاقي عندهم حاجة اسمها ليبيال ريج. طيب البريمولار والمولار يعني اللي هم الجماعه الحلوين دول، اللي هم البوستيرور، فيهم ايه؟ قال لك في البوستيرور بتلاقي حاجه اسمها بكر ريج. الله، يبقى انا من خلال السيرفيس نفسه عرفت اسم ايه؟ فاكرين بكال سيرفيس والليبيال سيرفيس؟ فاكرين الحاجات دي؟ يبقى عندي البكال سيرفيس هلاقي حاجه اسمها بكر ريج، وعندي الليبيال سيرفيس عشان برضه ليبيال ريج. بس هي الفكره كده. طب ده يا رب جاي من فين؟ نفس الحوار ده قال لك جاي من عند ايه؟ قال لك ده جاي من واحد اتنين تلاته، صح كده؟ فالاتنين اللي في النص ده قال لك زاد في الجروس بتاعه، فبالتالي عمل بروز اسمه ايه ده؟ في النمو بتاعه بس. يعني هو ولا حاجه والله، احنا بنعرف يعني انا بعرف اسم المكان اللي هي فيه، وبعرف ده هل ده مرتفع ولا منخفض. طيب والمرتفع ده شكله ايه؟ لو شكله خطي كده، شكله عامل زي الخط كده، فاسميه ريج. لا مش شكله خط وعامل زي الدايره، فعلى حسب اسميه يا اما تيوبركل يا اما سنجلم. بس هي دي الفكره كلها. طيب احنا كده خلصنا اللي موجودين من قدام. طيب هنشوف دلوقتي الحتت اللي هي ناحيه اللسان. يبقى احنا كده عندنا ثواني كده. احنا كده خدنا ايه؟ قلنا هنا ان عندنا في هنا بيكون سيرفيكال ريج، سيرفيكال كله، صح؟ بعد كده قلنا ان الاسنان اللي ناحيه الليبيال، شايفين ناحيه الليبيال بنلاقي عندها ليبيال ريج. بس لما نوصل للمولر والبريمولر بيتحول اسمه لبكال ريج، اللي هو من ده بكال ريج. نلاقي فيه بروز كده، يعني لو لاحظت اهو، شايفين الحته دي طالعه كده في اللي في النص ده حصل له اوفر جروس، حصل له نمو اكتر بكتير من صحابه اللي جنبه دول. طيب كده خلصنا ناحيه الفيشل، الناحيه اللي هم من بره. دلوقتي هندخل ناحيه اللسان. ناحيه اللسان عندهم ايه؟ قال لك دول عندهم ثلاثه. واحد اسمه لينجوال ريج، ده صاحب الليبيال، ده في النص من قدام، ده برضو بس من ناحيه اللسان اهو، شايفين كده؟ اللينجوال هو برضو في النص كده وعامل بروز. طيب ده بنلاقيه فين؟ قال لك ده بتلاقيه في الكناين بس، كناين، واحفظها حفظ. يبقى هو ده جاي من فين؟ قال لك دي السنجلم، فاكرين حته البروز اللي من ورا دي؟ قال لك بيطلع منه بس في الكناين خط كده طالع بيوصل لحد السن اللي في يعني لحد التب، لحد القمه هنا. فده بنسميه حاجه اسمه لينجوال ريج. يبقى اللينجوال ريج ده في الكناين، موجود في اللينجوال سيرفيس بتاع الكناين، بيطلع من الكسب، بيطلع من السنجلم وبيروح للكسب تب، للقمه بتاعه الهرم اللي احنا لسه متكلمين عنه، فاكرين الهرم؟ بس يبقى ده اول واحد في الريج اللي من ناحيه اللينجوال. احنا اتكلمنا في الريجز اللي قبل كده عشان تهوش، قلنا في عندنا حاجه اسمها سيرفيكال ريج، او زي دي كده سيرف ناحيه السيرفيكال، وهنا في ليبيال ريج ده ناحيه الليبيال، بعد كده في بكر ريج، وده في الاسنان اللي بتكون من ورا، وده في الاسنان اللي بتكون من قدام. بس
هيدخل في اللينجوال. خدنا في اللينجوال ريج الاول بتاعنا، وفي اللينجوال ريج ده عرفنا ان هو موجود ناحيه اللينجوال سيرفيس بتاع القناين، بس قناينين اللي هم ابر قناين ولور قناين. طيب يعني ايه انسايزر ريج؟ قال لك يا باشا عندنا السنه بيكون فيها جزء مرتفع كده، شايفين؟ يعني الحته دي بتكون السنه فيها عامله كده، يعني حته كده مرتفعه كناحيه دي، فده بيسميه علشان هو موجود ناحيه الانسايزر فبنسميه انسايزر ريج. والله العظيم الفكره سهله جدا يعني، والله لو انت وسعت دماغك كده شويه معانا وبدات تفهم المكان ده اسمه ايه، وهل في مرتفع ولا منخفض. طب المرتفع ده شكله ايه؟ ده شكله زي الخط الحمد لله، يبقى ده اسمه ريج. طيب الريج ده موجود فين؟ هل في الميدل ولا موجود في السيرفيكال ولا موجود في الانسايزر؟ لا ده موجود في الانسايزر. طيب اي سيرفيس في اللينجوال سيرفيس كده انت قفلت اللعب، والله بجد قفلت. شوف، انا ما بصيتش على الكلام، انا بصيت على الصوره ورحت وصفت. طب ايه الصوره؟ قال لك موجود على اللينجوال سيرفيس بتاعه الانسايزرز في الانسايزر بورشن، ولا حاجه يعني. شوف كده الموضوع اتظبط ازاي. طيب عايزين نفهم حاجه في جزئين. قال لك دي بتكون كبيره في عند الاطفال، يعني عند الاطفال بتكون بارزه قوي، نتيجه الاحتكاك اللي بيحصل بتتحول لحته كده ممسوحه خالص، يعني بدل ما كانت مرتفعه، بدل ما كانت عامله كده اهو مرتفعه، لا بتبدا تتحذف لحد ما تتحول اشبه بالسطح. فبدل ما يتسمى مرتفع، يعني دي كان اسمها المرتفع اللي هو الريدج ده كان اسمه حاجه مرتفعه، لا هيتحول لحاجه اسمها الحافه. يعني ايه حافه؟ يعني حافه الانسايزر، يعني شايف اخر حته فيه، شايفين كده؟ ادي اخر حته فيه هي دي الحافه. طيب خلاص. المارجنال ريج، عايزين نعرف يعني ايه مارجنال في الاول عشان نفهم. قال لك مارجنال معناها الحافه، وريج معناها مرتفع، فانا لازم افهم ان دي حاجه مرتفعه عند الحافه. طيب حافه مين؟ حافه الاسنان كلها. طيب يبقى هنلاقيها فين؟ هنلاقيها في كل مكان. تمام كده خلاص، احنا اتفقنا على ايه؟ ان دي الحافه. طيب حافه ايه؟ حافه مرتفعه. طيب هشوفها فين؟ هشوفها في الحواف اكيد يعني. طيب ايه الحواف اللي احنا هنشوفها؟ يقول لك يا باشا لو تعرف ان احنا حافه الاسنان عندنا هي الميزيال والديستال. يعني ايه؟ يعني تعال نشوف الشكل الرسمه اللي احنا مش هنسيبها النهارده. شايفين كده؟ حافه الاسنان انا عندي العادي بتاعها، نشيل بس العاب كده. ايه ده العصب؟ بصوا كده عشان بس. الحافه بتاعت السنه نفسها هي الميزيال او يعني الناحيه دي اكيد هي الميزيال دي ام، ودي ديستال. فاهم للسنه دي. لكن هنروح للسنه ده مثلا، السنه دي ده الميزيال بتاعها وده الديستال فاهمين؟ الحواف بتاعت الاسنان هي الميزيال والديستال. طيب عشان اروح اشوف الوضع ده يعني اهي، ادي المارجنال. يعني ايه مارجن؟ يعني حافه. طيب الحافه دي قال لك يا باشا بتشوفها فين؟ قال لك والله بنلاقيها على الميزيال والديستال بتاعه المارجن بتاعه اللينجوال سيرفيس في الانتيريور تيس. اللينجوال سيرفيس اللي هو الشكل اللي ظاهر قدامنا ناحيه ايه؟ ناحيه الميزيال وناحيه الديستال. يعني مثلا هنشوفها دي ناحيه الميزيال ودي ناحيه الديستال. ازاي عرفتها؟ ان شاء الله بعدين يعني. ازاي عرفت دي ميزيال؟ ليها حاجات، ليها علامات كده بتبدا تفهمها انت ان شاء الله يعني. تمام. فانا دلوقتي عايز اعرف المرتفع اللي انا هشوفه ده اهو، شايفين المرتفع ده هسميه ريدج طبعا عشان شكله زي خط، زي الخط. طيب موجود فين؟ لا موجود على الحافه فهسميه مارجنال ريدج. حلو خالص. طيب ادي مارجنال، شايفين؟ ادي مارجنال عشان على الحافه، وريدج عشان شكله عامل زي الخط. طيب كده احنا خدنا الموجودين فين. موجودين واحد موجود على اللينجوال سيرفيس بتاع الانتيريور تيس ميزيال وديستال، وواحد موجود في الانسايزال بورشن بتاع او الانسايزال سيرت بتاع الاسنان ناحيه اللينجوال برضو الانتيريور. واحد موجود في الكناين بس ناحيه اللينجوال اللي هو بيطلع من السنجولم اللي هو الجزء الكلبوز ده اللي من تحت ده، وبيطلع لحد التب دي. طيب خلاص، يبقى انا كل اللي شفتهم دلوقتي اعتقد هم في اللينجوال صح؟ حلو خالص. يبقى احنا كنا فين؟ كنا في اللينجوال ريجز. يبقى احنا عندنا في اللينجوال سيرفيس بتاعتنا هنلاقي فيها لينجوال ريج وانسايزال ريج ومارجنال. طيب احنا خدنا ايه لحد دلوقتي؟ خدنا الريجات خدناهم وقسمناهم لحد ايه عشان بس الموضوع ما يتوه. خدنا ريجات على الفيشيال سيرفيس ناحيه الليبيال وسميناهم اول واحد سيرفيكال ريج وليبيال ريج اللي هو موجود في الحته دي كده. وبعد كده في الباك ريج ده الاسنان اللي من ورا. بعد كده خدنا على اللينجوال وقلنا اللينجوال ريج بتاعنا هنبص عليه كده
بصين اللينجوال ريجي واحد في من جوه ده هنسميها اللينجوال ريجي في القناين بس. بعد كده في انسايزر ريجي ده بنلاقيها في الجزء بتاع الانسايزر اهو، نفس الصوره ادي الانسايزر ريجي ده. وبعد كده في اخر واحد مارجنال ريجي، قلنا ده بتاع الحافه، مارجن حافه، وريجي ده شكله زي الخط. طيب فهنعرفه من شكله. طيب خلاص حلو خالص. بعد كده داخلين ادينا على اخر حاجه بتاع معانا اللي هي الاوكلوزال سيرفيس. يعني ايه اوكلوزال سيرفيس؟ هوريك يعني ايه اوكلوزال سيرفيس. ده الناحيه اللي بتحصل فيها المضغ، بيبدا يمضغوا من عندها اهي. هو ده الاوكلوزال سيرفيس. شايفين كده السنه يعني السنه بتطحن في السنه اللي تحتها بالطريقه دي. طيب احنا هنعرف في ايه السطح. قال لك في السطح ده يا باشا هتبدا تعرف في ايه كل حاجه مرتفعه. طب ايه الحاجات المرتفعه اللي شبه الريدج؟ قال لك بص، اول حاجه معانا فاكرين المارجنال ريدج اهي، اول واحده معانا على الخط. يبقى اول حاجه اسمها مارجنال ريدج موجوده ناحيه الميزيال والديستال. يبقى المارجنال ميزيال ديستال، مارجنال ميزيال ديستال على طول. طيب شكله عامل زي الخط، خلاص الحمد لله عارف. بعد كده فاكرين الكسبات، ادي كسب ودي كسب ودي كسب ودي كسب مثلا. الكسبات بتبدا تطلع من الكسبات دي شويه حاجات كده عامله زي المثلث. يعني ادي مثلث وادي مثلث وادي مثلث اهي، شكلها بيكون عامل زي المثلث، فعشان كده سميناه تريانجلر ريج، يعني حاجه شبه المثلث. بعد كده في ترانسفيرز والاوبليك ده ناتجين عن التريانجل وجايين يعني. بس احنا دلوقتي لازم نعرف حاجتين. المارجنال ريج احنا عرفناه المره اللي فاتت، يعني حافه وموجود ناحيه الميزو ديستا، فخلاص سهل الحمد لله. تريانجلر لا، ده جاي من الكسب، نازل من الكسب، وده اللي هنعرفه دلوقتي. يبقى ثواني، انا دلوقتي عندي ايه؟ ادي عندي المارجنال ريج، ده المارجن اللي ده موجود في البوستيريور تيس، يعني البوستيريور الاسنان اللي من ورا اللي هي البريمولر والمولر. بنلاقي فيها على المارجن ناحيه الميزل وناحيه الديستال بنلاقي فيها زي خط مرتفع كده، زي الحدود بتاعتي كده، اسمها المارجنال ريج. طيب ايه التريانجلر ريج؟ من اسمه تريانجل يعني مثلث. يعني ايه تريانجل؟ يعني مثلث. وريج يعني عامل طالع لي بخط كده بارز فيه، المثلث ده طالع بخط في النص كده بارز فيه كده. طب ايه اللي حصل؟ تعالوا نشوفوا شكله. شايفين كده؟ شايفين ده الكسب، شايفين ادي ده كسب اهو، ودي ده كسبه كده. فنلاقي ان كل كسب منزل لي زي كده زي اتنين تريانجلر ريج اهي شايفين كده. ده برضو ادي التب بتاعته، فنلاقيه عاملها كده اهو، شايفين كده. تلاقي دايما منزل. لو في صورة تاني اوضح جاي ابصوا كده اهي، شايفين كده اهو. ادي هو المثلث، وفي من تحت كده في كده زي ريدج طالع في المثلث اهي، نفس الحوار. شايفين كده طالع ريدج اهو، شايفين اهي نفس الفكرة. يعني ايه تريانجل ريدج يا باشا؟ قال لك ده التريانجل اللي نازل من عند قمة الهرم، من عند الكسب تب في البوستيريور تيس، ونازل ناحية الجزء اللي في النص السنترال اريا بتاعة الاوكلوزال سيرفيس. يبقى هو ايه عشان بس الموضوع ما يتوهش مننا؟ قال لك ده هو لينير ريج، يعني ارتفاع خطي عامل نازل على شكل مثلث. الشكل المثلث اللي نازل بيه ده نازل من عند الكسب تب ورايح لحد المنتصف لحد الجزء اللي في النص، ده اسمه تريانجل. طيب تعالوا كده نفهم حاجه، يعني ايه ترانسفيرس ويعني ايه اوبليك معناها مايل، يعني حاجه مايله كده. ترانسفيرس يعني باصين لبعض كده بالعرض. فلما الاقي بصوا كده، لما الاقي مثلثين عاملين الشكل ده مع بعض كده هسمي ده كله حاجه اسمها ترانسفيرس ريج. طيب لكن لما الاقي مثلث مايل بالطريقه دي على مثلث تاني بالشكل ده هسميه اوبليك ريج. حلو كده، حلو خالص. طيب تعال نشوف الموضوع ده كده. تريانجولار ريج، يعني ايه تريانجولار ريج؟ قال لك يا باشا التريانجولار ريج ده الارتفاع خطي نازل من عند الكسب تب بتاعه الهرم ونازل يا حبيبي بالشكل ده. شايفين الشكل ده كده؟ طيب شايفين اهي، بصوا كده، هذا نفس الفكره. ده اسمه اسمه تريانجولار ريج والتريانجولار ريج. وهنا برضه اهو في واحد نازل بنفس الطريقه، شايفين كده اهو عاملين نفس تريانجولار ريج. طيب هنا بيتكلم عن، قال لك يا باشا ان each cusp is like four sided pyramid. يعني اهو يقول لك الكسب بيبقى شكله زي كده بالظبط. قال لك بيبقى ليه 4 اسطح، سطح بيكون ناحيه الميزيال، وسطح بيكون ناحيه الديستال، وسطح بيكون ناحيه البكل، وسطح بيكون ناحيه اللينجو. حلو. فقال لك ان ده كله فيه مرتفعات. يعني ايه مرتفع؟ قال لك الحته دي، شايفين الحته دي مرتفعه، الحته دي مرتفعه، الحته دي مرتفعه، الحته دي مرتفعه. فقال لك احنا بنبدا نسميها على شكل على اسم المكان اللي فيه. فلو والله كان عندي الميزيال والديستال فهنسميها ميزيال او ديستال كاسب ريج. الله.
طيب ولو كان عندي البكل هنسميه بكل كاسب ريج، ولو عندي اللينجوال لينجوال كاسب ريج. طيب لا اللينجوال ده هنلاقيه بعد كده هنلاقي فيه حاجه اسمها تريانجولار ريج اللي هو اللي احنا شغالين فيه دلوقتي. بس كده. يعني انا مش لاقي صعوبة للموضوع اصلا عشان يتشرح. الموضوع يعني تحسه كأنه هو مفسر نفسه ازاي. قال لك والله انت هتشوف هل ده المرتفع ده ولا منخفض، الحته دي مرفوعه ولا نازله لتحت. طيب لو مرفوعه هل ايه شكل الارتفاع؟ لو شكله خطي فهسميه ريج، لا مش خطي وهنا ده هسميه اما قصبي اما تيوبركلي اما لوب. فاكرين الكلام ده؟ طيب بقى خلاص عرفناها شكله وكده، هشوفه هو موجود في اي مكان في السن، لو ناحيه البكل لو ناحيه اللينجوال ناحيه الميزل ناحيه الديستال. بس كده مفيش اي حوار تاني. طيب دلوقتي هندخل في حاجه اسمها ترانسفيرز ريج. فاكرين ترانسفيرز يعني اتنين بيقابلوا بعض، اتنين تريانجولار ريج بيقابلوا بعض ازاي؟ فاكر ادي اهو، شايفين ادي تريانجولار ريج وادي تريانجولار ريج والاتنين قابلوا بعض هنا عملوا كده زي وصله مع بعض، فده هنسميه ترانسفيرز ريج. هو بيقول لك هو اتنين تريانجولار ريج اوبوزنج بيواجهوا بعض لقصبين يعني قصبين ناحيه بعض كباصين لبعض. قال لك بنلاقيها فين؟ بنلاقيها في البريمولر اند سم لور بيرمننت مولر. يعني ممكن نلاقيها العادي ان احنا بنلاقيها في البريمولرز كلها. قال لك لكن ممكن نلاقيها في اللور بيرمننت مولر في الاسنان اللي من تحت بتاعه المولر. طيب يعني ايه اوبليك؟ قال لك الاوبليك ده يا باشا ادي هو كسب اهو، شايفين ادي نفس الحوار، ادي هو كسب، شايفين الكسب ده التريانجولار، وده نازل برضو واحد تاني كده اهو والاتنين بس باصين على بعض بميله، الميله دي بنسميها اوبليك يعني مائل. ريدج يعني زي خط كده مرفوع اهو، شايفين اهو عامل زي الخط. طيب ده للنون اوبوزنج تيس يعني ايه؟ يعني الكسبين مش باصين لبعض، يعني عارف الكسب ده باصص على الكسب ده، الكسب ده باصص على الكسب ده، لا ده لكن ده اللي حصل قال لك ان الكسب ده راح بص على يعني عملوا مع بعض ريدج فعشان كده طلع مايل. طيب لكن اللي بدري ده اللي هو ترانسفيرز لا ما كانوش باصين لبعض او ما كانوش بعاد عن بعض، كانوا على طول باصين لبعض كده، شايف اداني الشكل ده. بس يبقى ايه الفرق بين الترانسفيرز والاوبليك؟ قال لك الترانسفيرز اتنين باصين لبعض، لكن الاوبليك لا هما مش باصين لبعض فعشان كده راحوا لبعض بميله فسموه اوبليك ريج. طيب بنلاقيه فين ده؟ قال لك بتلاقيه في الاي اي بي سي دي اي، في نلاقيه في الابر اي وفي السكس والسفن عند الكبار، يعني عند اول سنه مولر في الكبار وتاني سنه مولر في الكبار من فوق، والابر اي بي سي دي اي اخر سن. بس كده يا شباب يعني. اهو نفس الفكره، بصوا كده هنا ده هسميها كسب وكسب وكسب وكسب. فلو الكسبين دول باصين لبعض وعملوا البتاع ده يبقى هيبقى اسمه ترانسفيرس، لكن لا ما كانوش باصين لبعض وعملوا واحد كده اهو، ده هسميه اوبليك. يعني ان شاء الله الفكره تكون سهله يعني. طيب قال لك ده بتلاقيه فين؟ قال لك يا باشا بتلاقيه ناحيه، ازاي نعرفها؟ بصوا كده، انا دي هو الراجل هنا مسميها لنا كده مثلا، روح بس دي ناحيه الديستال ودي ناحيه الميزيا، دي ناحيه البكل ودي ناحيه البلتم. فانا عايز اسمي القصب، انا القصب ده نفسه عايز اسميه. طب تعال نسموه ازاي؟ تعالوا كده. قال لك القصب ده اول حاجه هتقول اسم البكل بتاعه، يعني لو كان ناحيه البكل فهنقول مثلا ان ده اسمه ميزيو بكل يبقى ده هو الميزيو بكل، لا ديستو بكل فده هيبقى هو ده الديستو بكل. طيب لو في ناحيه اللينجوال هقول والله ناحيه اللينجوال فهيبقى ميزيو لينجوال، يبقى خلاص هو ده، او ناحيه الديستو لينجوال فهيبقى المكان ده. يبقى احنا بنسمي الكسبات على حسب المكان بتاعها، وبصه ديستال ولا ميزيال، لو بصه ديستال فتبقى اسمها ديستال، وبصه بكل يبقى ديستو بكل. بس ازاي بنسمي الكسبات بالطريقه دي. طيب الاوبليك ريدج اللي احنا بتاعنا ده، الاوبليك ريدج فاكرين احنا اتكلمنا عن الاوبليك ريدج؟ لو جيت هنا وقلت لكم مثلا ادي ان ده البكل، الناحيه دي اسمها بكل والناحيه دي ادي اللينجوال والناحيه دي الديستال والناحيه دي الميزيال. يلا يا باشا عايزك تقول لي الكسب ده اسمه ايه؟ والله انت قلت لي الكسب اول حاجه هيقول هو باصص ميزيال ولا ديستال؟ لا ميزيال، فهقول ده اسمه ميزيو بكل عشان ده من قدام ميزيو بكل، ده اسمه ميزيو بكل. طيب التاني اللي جنبه على طول لا ده باصص ناحيه البكل بس ديستال فهسميه ديستو بكل. طيب اللينجوال
والله اللينجوال الناحيه دي، فهسميه ميزيو لينجوال الكبير خالص. شايفين ده كبير ازاي؟ ميزيو لينجوال. والتاني اخوه الصغير هسميه ديستو لينجوال. طيب انا من خلال معرفتي اللي هي البسيطه خالص كده عرفت ان الاوبليك ريدج ده صاحبنا الكيوت ده، اوبليك ريدج اللي هو الريدج المايل ده، بيكون ما بين تو كاسب. الكاسب ده انا عايز اسميه فهسميه هو بين الكاسب ده. ثواني كده، شيل نكتب ده بكر، ده ميزيوم، ده ديستال، وده لينجو. فعايز اسميه، انا عايز اعرف الكاسب ده اسمه ايه والكاسب ده اسمه ايه. قال لك يا باشا الاوبليك ريدج في الابر 6 و7 واي، فاكرين 6 و7 واي اهي، 6 و7 واي بنلاقي في حاجه اسمها اوبليك ريدج. الاوبليك ريدج ده باصص لفين لفين ورايح فين؟ قال لك تعال نشوفه. قال لك والله هو ميزيو لينجوال كاسب، اللي هو الكاسب ده باصص على الديستو بكال كاسب وعملوا مع بعض اوبليك ريدج. يبقى لازم تعرفوا الميزيو لينجوال كاسب باصص على الديستو بكال كاسب وعملوا مع بعض اوبليك ريدج، اوبليك ماي نفس الحوار. بصوا كده، الميزيو لينجوال كاسب باصص على الميزيو بكال او الديستو بكال كاسب وعملوا الاوبليك ريدج. بس كده يا باشا اقدر اقول لك ان احنا الحمد لله خلصنا الاليفيشنز كلها اللي موجوده في السينما. خد لك ريست كوبايه قهوه لذيذه كده خدوا ريست 10 دقايق، وان شاء الله بعد 10 دقايق تفتحوا الفيديو يعني ونكمل الدبريشن. انا هكمل يعني بس بعد 10 دقايق يعني انت خد ريست كده وبعد كده ارجع لي تاني. طيب احنا دلوقتي هنكمل الجزء بتاع الدبريشن. خلاص خلصنا حاجه الاليفيشن وعرفنا الاليفيشن ده معناه حاجه مرتفعه، الدبريشن اعكس حاجه نازله لتحت. يعني ايه حاجه نازله؟ يعني والله انا عايز اشوف لما امسك، لما اعدي بيدي كده على سنه لو نزلت لتحت ده اسمه ديبريشن. طيب هيتقسم نفس التقسيمه اللي فوق. والله عندي 5 حاجات، حاجه اسمها جروف، حاجه اسمها فيشر، وحاجه اسمها فوساي وبيت وسالكس. طيب انا عايز اعرفهم. هنبدا يعني بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف يعني ايه ديبريشن. اوعى تكون اوعى تكون ما خدتش الريست. خد ريست يا عم وافصل عندي وتعالى نرجع تاني نحكي مع بعض. يبقى دلوقتي معانا كراون ديبريشن. يعني ايه ديبريشن؟ يعني حاجه منخفضه. يبقى احنا خدنا المرتفعات دلوقتي وداخلين على المنخفضه. يقول لك يا باشا هناخدهم جروف وفيشر وفوساي وبيت وسالكس وكريبت وسوكت واحده واحده. هنبدا بايه دلوقتي؟ بالجروف. يا ترى الجروف ده بتاع ايه؟ قال لك الجروف ده هو عباره عن ديبريشن خطي، يعني ديبريشن على شكل خط كده اهو. ازاي؟ قال لك على شكل خط كده. شايفين الخط الازرق؟ هو ديبريشن حاجه نازله كده على شكل الخط ده. يعني متى ما امشي مع الازرق ده هلاقي ان انا في حته نازله كده على شكل خط. طيب يا ربي هو جاي من فين؟ لو تفتكروا ان احنا عندنا ده لوب وده لوب وده لوب وده لوب، فاكرين؟ وقلنا اللوب ده هو اللي بيعمل الحته العاليه اللي بيبدا عند. فلو اللوب ده يا باشا، لو اللوب هنا معرفش يلحم مع اللوب اللي جنبه هيعمل لي خط كده نازل. الله يبقى كده احنا فهمنا من فين جاي البتاع ده. جاي من فين؟ والله جاي من البرايمري لوب. يعني هو اللوب معرفش يلحم كويس مع اللوب اللي جنبه فعمل لي حاجه اسمها جروف. طيب في عندي نوعين من الجروف. والله يا اما جروف اساسي فهسميه ديفلوبمنتال جروف. ديفلوبمنتال جروف يعني اثناء التكوين، يبقى هو ده اثناء، ومن اسمه كده اللي هو اساسي، واحد اساس اثناء ما السنه بتتكون ما عرفش يلحم اللوب مع اللوب فسموه ديفلوبمنتال جروف. طيب ده بنلاقيه فين؟ قال لك يا باشا هتلاقيه على الاوكلوزال سيرفيس ده، وممكن يمد بكل وممكن يمد لينجوال. يعني ممكن يروح كده الناحيه دي وممكن يروح الناحيه دي في البوستيريور دي. طيب هل ده بس؟ لا، قال لك شايفين كده يعني، شيل بس البتاع ده. شايفين ده؟ ادي ده الازرق ده احنا قلنا ديفلوبمنتال. شايفين من الازرق نفسه بيبدا تطلع تفرعات. شايفين كده التفرعات دي؟ هل اسمها ديفلوبمنتال ولا لا؟ قال لك التفرعات دي يا باشا اسمها سبلمنتال جروفز. الاسماء تقيله بس هتتعرف يعني، دي هتكون يعني حاجات بديهيه خالص ان شاء الله يعني، بس لازم تذاكر سبلمنتال يعني ايه سبلمنتال؟ قال لك دي يا باشا شويه حاجات شورت ومش منتظمه irregular linear depression طالعه من، يقول لك بص طالعه من الديفلوبمنتال جروف. هي برانش تفرع من الديفلوبمنتال جروف، بس هي ما تتحسبش ديفلوبمنتال جروف علشان هي اصلا مش جايه من البرايمري لوب. يعني اصلا فاكرين ده لوب لوحده اصلا وده لوب لوحده وده لوب، فازاي لوب لوحده ما يعرفش يعني ما يعرفش يلحم
فاهمين الفكره؟ لكن هو ده ناتج عن طالع تفرع من البرايمري او الديفلوبمنتال جروف. يبقى ثواني، يبقى انا عندي اتنين لينير جروفز، الجروف واحد ديفلوبمنتال واحد سبلمنتال. طيب الديفلوبمنتال قال لك ده جاي نتيجه ان هو اللوب ما عرفوش يلحموا ببعض. طيب لا، السبلمنتال قال لك لا، ده طالع من الديفلوبمنتال جروب وشكله عادي خالص، حاجات خفيفه كده وبس. قال لك ده هتلاقيه اغلب حاجه هتلاقيه في الفايف وال7 وال8. يعني 5 و7 و8 ابر 5 وال7 وال8. 7 و8 يعني اخر سنتين. فاكرين احنا عندنا الكوادر او الربع في الاورال كافيتي اخرنا 8 اسنان احنا في الجزء في الربع. فده هو اللي بيكون فيه سبلمنتال. يعني ايه سبلمنتال؟ يعني حاجات تفرعات زياده. اهم حاجه تبدا تفرق الديفلوبمنتال ده جاي من لوب، جاي من الانيونين اللي هو مشكله في الالتحام بتاع اللوب. لكن السبلمنتال ده هل مشكله؟ لا، ده جاي من تفرع من الديفلوبمنتال بس. طيب ده اول واحد. تاني واحد عندي حاجه اسمها الفيشر. يعني ايه فيشر يا باشا؟ انت مش هو في لينير، عندي حاجه اسمها لينير ديبريشن. ده سميته ايه انا؟ لينير ديبريشن ده يا باشا انا سميته ايه؟ بصوا كده، ادي ايه عملت كده اهو، شايفين دي كده؟ فاكرين قلنا ده لوب وده لوب، واللوبين فشلوا انهم يتحدوا مع بعض فعملوا المشكله. قال لك لا، ممكن تلاقي فيه تحت اللي هو هنا ده في حاجه كده لينير اصلا، يعني حاجه نازله زياده، ده بنسميها فيشر. وتعالوا نشوف المعلومه الرهيبه دي. احنا عندنا لما بناكل الاكل بيتجمع هنا طبعا، وبيبدا تمضغ وتدوس لحد ما الاكل يتحشر في الجزء الفتحه دي الصغيره خالص، ما تعرفش تطلعها طبعا بالفرشه، فتبدا تجمع اكل، تبدا البكتيريا تدخل وتعمل تسوس للاسنان، ودي تبقى المنطقه اللي بيحصل عندها تسوس للاسنان. الله. ادي اول معلومه تعرفها يا حبيبي. يبقى الدنتال كيرز، دنتال يعني سنه، كيرز معناها تسوس، فالدنتال كيرز بتحصل في الديب فيشر، في الفيشر اللي بيكون عميق لتحت ده. طيب هو جاي من فين؟ قال لك ده نتيجه ان حصل عمق اكتر بالديفلوبمنتال جروب. يبقى ايه هو الفيشر؟ قال لك ده النزله الزياده بتاعه الديفلوبمنتال جروب. يعني انا اهي عشان انا حاسس بيكم او انا كنتوا مش فاهمين. بص كده مثلا، ادي خلينا نعمل كده اهو، احنا فاهمين ده حاجه اسمه ديفلوبمنتال جروف صح؟ اهي ده ديفلوبمنتال جروف، الحته دي اسمها ديفلوبمنتال جروف، حاجه خط كده مع. لكن لو الجزء اللي نازل فيها اكتر ده يعني عميقه اكتر، ده الفشر. فشر يعني شرخ كده، تحس ان في شرخ فيها. فشر معناها معناها بالعربي شرخ. طيب هل دي جايه فين؟ اكيد دي جايه برضو من عدم يعني حاجه مشكله في البرايمري لوبس. يعني هي ما دام في الديفلوبمنتال جروف من جوه، يعني من جوه خالص في يبقى دي مشكله في البرايمري. طيب اللي بعد كده هنا بيجمع اللينير ديبريشن، الحاجات اللي على شكل خط وموجوده فيها منخفض. قال لك اول واحد ديفلوبمنتال جروف ده، وده نتيجه اللوبس، مشكله في اللوب. والفيشر برضو مشكله في اللوب برضو. السبلمنتال يا باشا ده كان تفرع من الديفلوبمنتال، وما كانش مشكله في اللوب، كان تفرع من ديفلوبمنتال. طيب هنبدا دلوقتي في حاجه اسمها فصه. وفصه معناها يا باشا، معناها irregular rounded or depression cavity. يعني ايه؟ قال لك يا باشا هي حته كده زي حفره، بالعربي كده هي حفره، بس الحفره دي ساعات بتلاقيها عميقه ومش عميقه، ساعات بتلاقيها دايره وساعات بتلاقيها على شكل مثلث وهكذا. طيب هتتقسم لايه؟ قال لك هتتقسم على حسب المكان اللي فيه. لو موجوده في الحته اللي في النص دي فهسميها سنترال، لو موجوده ناحيه الاطراف فهسميها ميزيال هنا او ديستال هنا، يعني اما ناحيه الميزيال اما ناحيه الديستال، فهسميها ميزيال فصه، ديستال فصه، سنترال فصه في النص. وساعات هنشوفها ناحيه اللينجوال عند الكبار، هوريها لكم دلوقتي. وتعالوا نشوفوه كده، هي عباره عن راوند ديبريشن. يعني ايه ديبريشن؟ ديبريشن يعني حاجه منخفضه كده، وادي راوند يعني شكلها عامل كده بالظبط، فسميها راوند ديبريشن او كونكافيتي. يعني ايه كونكافيتي؟ يعني يا باشا كده اهي متقعر من جوه كده، يعني شايفين كده زي بتدخل يدك فيها عادي. طيب بس طيب عايزين نشوف دلوقتي السنترال فصه. قلنا سنترال وفصه معناها منخفض وموجوده في السنتر، فدي اروح كده في منطقه في النص الاقي في حته كده نازله لتحت. دي يا باشا كانت نتيجه ايه؟ نتيجه الجنكشن اللي بتوين الديفلوبمنتال جروفز. ازاي فهمني؟ قال لك مش ده ديفلوبمنتال، مش ده لوب وده لوب وده لوب وده لوب وده لوب، خلاص احنا فاهمين يعني لوب. قال لك اللوب مع ده ودي اللوب هنا، نتيجه عدم اتحاد اللوب ده في النص كده عملوا المشكله دي،
عمل مشكله عمل مشكله الفصه. يبقى انا دلوقتي لو اللوب نفسه بيعمل لي حاجه مرتفعه، لو اللوب ما عملش مرتفع هيعمل بتوين اللوبس، هتعمل حاجه اسمها ايه؟ منخفضات. والله على حسب، لو منخفض ده خط هسميه جروف، لو المنخفض ده عامل زي الحفره هسميه فصه. طيب يعني ايه ميزيال وديستال فصه؟ قال لك بتكون على الجنب كده، بتكون حته منخفضه على الجنب، بنسميها ميزيال عشان هي ناحيه الميزيال، وديستال ناحيه الديستال. موجوده تحت ايه؟ عشان تفهموها كويس. فاكرين احنا قلنا ان هنا في ريدج حته عاليه كده، فاكرين؟ مارجنال ريدج يعني الحافه لو تفتكروا. طيب المارجنال ريدج ده بيكون تحته حته نازله، فسموا الحته اللي نازله دي هي فصه. طيب على حسب الفصه، يا اما ميزيال يا اما ديستال، لو ميزيال هتسمى ميزيال فصه، ولا ديستال هسميها ديستال فصه. ماشي حلو خالص. طب ايه اللي هي اللينجوال فصه دي؟ قال لك يا باشا اللينجوال فصه دي بتشوفها على اللينجوال سيرفيس بتاع الانتيريور تيس. مين هم الانتيريور؟ الانسايزرز والكاناين. حلو خالص. فبتشوفها ناحيه الانسايز والكاناين حته كده داخله من جوه كده. يبقى كده انا عرفت والله. شايفين كده؟ ده سميناه الميزيال مارجنال ريدج، وده ديستال مارجنال ريدج، وبتوين زم في فصه. الفصه دي سميناها لينجوال فصه علشان في الانتيريور تيس، لينجوال فصه عشان ناحيه اللينجوال. لكن لما تكون ناحيه الاوكلوزال ناحيه زي كده بنسميها يا اما سنترال في النص في الناحيه دي كده، او ديستال او ميزيال. بس كده خلصنا الفصة. يبقى كده الفصة ادي التجميع بتاعتهم. والله على حسب انا باصص ناحيه الاوكلوزال ولا ناحيه اللينجوال. لا، لو باصص ناحيه الاوكلوزال فاما واحده في النص كده اسميها سنترال، يا اما على الجنبين ميزيال او ديستال، او في واحده في اللينجوال فصة هسميها ناحيه اللينجوال بس. طيب الفصة نفسها ممكن يكون فيها حته نازله زياده عليها. يبقى احنا في الاول خدنا الجروف ممكن يكون في حته زياده نازله عليه سميناها فيشر. الفصة في حتة ممكن تكون نازلة أكتر سموها البيت. طيب شبهني يا عم. قال له تعرف يعني لو تعرف فكرة الحوض مثلا، شايفين كده الحوض العادي، الحوض بتبقى في حتة كده يعني بيحصل عندها صرف للمية. الحتة اللي نازلة أكتر دي اللي بتبدأ تشفط المية دي، هي دي هنسميها مثلا بيت. يعني ايه بت؟ يعني هي دي الدبريشن او حته نازله اكتر في الفصه اللي عامله زي الفصه دي. نفس الفكره. شايفين احنا هنسمي دي فصه، والفصه دي فيها من جوه حته نازله زياده فهسميها بت. يعني ايه بت؟ يعني بين بوينت ديبريشن، يعني ديبريشن صغير خالص موجود فين؟ موجود في السنترال او الميزل والديستال فصه. يبقى اي فصه ممكن نلاقي فيها بت او لا، ولكن اي جروف هلاقي فيه فيشر، اي جروف هلاقي فيه فيشر. طيب يعني ايه فولتي بت؟ يعني ايه بت غلط؟ قال لك البت دي العادي بتاعها ان احنا بنلاقيها فين يا شباب؟ البت دي العادي بتاعها ان احنا بنلاقيها فين؟ في الفصه. لكن لما تلاقي البت بتاعتنا طالعه من جروف اللي بيطلع منه فيشر، يعني اقول انك انت بت كدابه، بت كدابه، فولت بت او فولس بت. يعني بت خاطئه، بت مش موجوده في المكان الاساسي بتاعها. قال لك دي بنلاقيها فين؟ شايفين كده؟ احنا العادي بتاعنا البت قلنا بنلاقيها فين؟ في الفصه، والفيشر بنلاقيه في الجروف. طيب لو لقينا في بت موجوده في الجروف هسميها فولس بت. طيب بنلاقيها فين؟ يبقى لما الاقي في بت موجوده في الديفلوبمنتال جروف هسميها فولس بت. رهيبه، ام سي كيو رهيبه دي، يعني بتيجي كتير جدا. طيب بنلاقيها فين؟ قال لك بتلاقيها في المولرز اغلب حاجه. المولر يا اما الابر او اللور مولر، الابر او المولر. طيب بتلاقيها ناحيتين. قال لك تلاقي ناحيه البكل، شايفين كده؟ ناحيه البكل، ناحيه ادي الخد اهو، شايفين ادي الخد ده من بره، دي ناحيه البكل. بتلاقيها في الديفلوبمنتال جروف، يعني في جروف هنا نتيجه ادي لوب وادي لوب ما عرفوش يتحدوا مع بعض فعملوا ديفلوبمنتال جروف. الجروف ده لقينا فيه بت من جوه فسميناها فولس بت. بس كده. يبقى البت عندي يا اما بت كويسه ترو هنلاقيها في الفصه، يا اما ادي نلاقيها في النص سنترال او ميزيال او ديستال فصه، او هنلاقيها عندي فين؟ في كدابه هنلاقيها فين؟ يا اما هنلاقيها عند نتيجه اتحاد خاطئ في اللوبس فهنشوفها في الديفلوبمنتال جروفز فهنسميها فولس بت. اتمنى الوضع يكون سهل يعني. شايفين كده احنا عندنا السيركم سكرايبد ديبريشن، يعني حاجات منخفضه على شكل دايره كده. هتشوف اول حاجه اما في الفصه سميناهم قلنا سنترال او ميزل وديستال، ولو في اللينجو هنسميها لينجوال فصه. طيب البت يا اما تكون صح يا اما تكون كدابه. طيب لو صح قلنا هنشوفها في الفصه، طيب لو مش صح هنشوفها فين؟ هنشوفها في الديفلوبمنتال جروف. بس
اخر حاجه معانا ربنا يسامحكم السالكس. يعني ايه سالكس؟ السالكس ده يا باشا عامل زي الوادي. الوادي ايه هو الوادي؟ الوادي هو مكان منخفض بين ارتفاعين، يعني حته كده مرتفعه بنسميها. فلو اشوف الكلام ده كله، شايفين ده كله، ده اسمه سالكس. يمكن السالكس ده هو الحته المنخفضه بتوين ده كله. طيب ايه الفرق بينه وبين الجروف؟ قال لك الجروف هو الحته دي بس، يعني الجروف هو الجزء ده بس، شايفين كده؟ الجزء ده بس اسمه جروف، والجروف في حته نازله اكتر سميناها فيشر، صح كده؟ لكن ده كله الحته دي كلها اللي متعلم عليها بالاخضر، شايفين ده كسب اهو، وده كسب حته متعلم عليها بالاخضر دي، هي كلها اسمها السالكس. يبقى هو برود ديبريشن، يعني ديبريشن كبير كده، منخفض كبير، او فالي زي الوادي كده اللي بين جبلين، اللي بيكون بين جبلين ساعات يعني. بيكون نتيجه ان ديفلوبمنتال جروف يعني هي فكرتها وضحت خلاص. عذرا. بس كده شايفين؟ عايزك تقول لي فين السالكس؟ والله اهو السالكس يا باشا، ظاهر زي وضوح الشمس، اهو السالكس. فين السالكس؟ اهو السالكس، شايفين السالكس كده؟ هو ده السالكس. بس كده. طيب اخر حاجه معانا يا باشا other depressions. يعني ايه depression؟ منخفض. طيب حاجات تلاقيها فين؟ عارفين الجيب اللي بيكون فيه السنه، اللي السنه بتكون موجوده فيه؟ على حسب هنسميه حاجتين، يا اما نسميه سوكت او نسميه كريبت. كريبت ده بيكون في الفتره اللي السنه بتبقى بتكون، يعني شايفين هنا السنه دي لسه ما طلعتش ودي طلعت، فالسنه ما طلعتش، الجزء الموجوده فيه ده سميناه كريبت. طيب الجزء اللي طلعت فيه، يعني لو السنه طلعت والجزء المحفور ده هسميه سوكت. بس كده. يبقى سوكت المكان اللي السنه موجوده فيه وهي وطالعه، لكن لو السنه ما طلعتش هسميه كريبت. في اخر حاجه انا ما شرحتهاش، يعني دنتال فورميلا، يعني اللي هو معادله الاسنان. معادله الاسنان عشان اعرف اعدادهم وكده. طيب ايه فكرتها دي؟ قال لك يا باشا احنا هنبدا، تعالوا كده بسرعه. احنا عندنا ادي ده، فاكرين تقسيمه الاسنان؟ قلنا في خط بيقسم يمين وشمال وفوق وتحت والكلام ده. عندنا الاطفال عندهم 20 سنه، صح؟ 10 فوق و10 تحت، وخمسه في كل ربع، صح كده؟ طيب الربع ده بيكون في ايه؟ بيكون في ادي اول واحده كده، هنعمل كده، شايفين ادي اهو، ده الابر سنترال، ده اللاترال، بعد كده في ده الكناين اهو، شايفين الكناين، بعد كده في ادي المولر وادي المولر التاني، فكده في 1 2 3 4 ادي 5، صح كده؟ طيب نفس الكلام تحت، بيقول في 1 ادي 2، ايه السن العك، ادي 2، وبعد كده في ادي كناين اهو، شايفين ادي الكناين ده اللي عامل زي ليه سن كده، الناب بتاع هنا، بعد كده في ادي مولر وادي مولر، 1 2 3 4 5. معادلة الأسنان بشكل يعني بسيط خالص، هي ولا حاجة إن إحنا بنمسك نص وجه، نصف الوجه كده، يعني إحنا مالناش دعوة بده، إحنا لينا دعوة بالنصف ده، وبشوف هو عنده إيه. فالإنسايزور هاخد لها علامة أي، والكناين هاخدها سي، والمولر هاخدها ام، لان الاطفال ما عندهمش بريمولر، لو تفتكروا الاطفال ما عندهمش بريمولر. وهبدا اشوف، هعمل الخط ده اللي هو خط بتاع الهوريزونتال ده اللي بيقسم ما بين الاسنان اللي فوق واللي تحت، والله هبدا اشوف هو عنده 2 انسايزرز فهكتب 2 من فوق، وعنده 2 انسايزر من تحت فهكتب 2 من تحت. طب عنده كام قناين؟ عنده قناين واحد وعنده قناين واحد، فكده واحد على واحد. عنده كام مولر؟ عنده 2 مولر، عنده 2 مولر، فهكتب 2 على 2. دي الاطفال، يبقى دي الفورمولا ده. طيب لو انا عايز في اللحظه دي عايز عدد الاسنان كلها، هضرب في 2. ليه؟ لان انا هنا جايب نصف وجه، لو عايز اجيب النصف الثاني هضاعف الموضوع، فالضعف ان انا اضرب في 2. طيب الكبار بقى، الناس الكبار ولا حاجه، الكبار عندنا بيكون فكرتهم ايه؟ ادي انسايزر اهو، وادي صاحبه الانسايزر الثاني، بعد كده ادي الكناين اهو، بعد كده في البريمولر، فاكرين؟ يعني احنا دلوقتي هنرسم البريمولر تاني، وادي البريمولر، بعد كده في ادي المولر وادي المولر وادي المولر، 3 مولر، يبقى كده 1 2 3 4 5 6 7 8. طيب وانا برسم البتاع ده كده، في هيكون تحته نفس الحوار، 1 2 3 4 5 6 7 8. فهنا عشان ارسم هرسم الفورمير، هرسم المعادله، فهقول انسايزورز واخده الاي، والكناين واخده السي، بريمولر هياخد بي ام، وبعد كده في المولر هياخد ام. فانا هروح اشوف دلوقتي عنده انسايزور 2 فوق و2 تحت، فاكتب 2 على 2. عنده كناين واحد، فاكتب 1 على 1. عنده كام بريمولر؟ والله 1 2، يبقى في 2 من فوق، ومن تحت في 1 2، ففي 2 من تحت كده.
طيب هشوف المولرز 1 2 3، فكده عنده 3 مولرز فوق و3 مولرز تحت، ودي في الكبار، دي الفورمولا بتاعت الكبار. طيب لو انا عايز اجيب عدد الاسنان كلها اعمل ايه؟ اضرب في 2 بس. الوضع سهل يعني. تعال نشوف هو كان جاي ليه. قال لك في البرايمري دنتيشن بيكون عنده 2 انسايزرز وواحد كناين وواحد واثنين مولر، فكده عددهم 10. لو احنا بنعد في 5 فوق اهو، 2 1 2 كده 5، و2 1 2 5 من تحت، فكده 10 في نصف الوجه. عايز اعملها اضرب في 2، كده معاه 20 سنه الطفل. طيب 2 ماكسيلري، 2 من فوق و2 من تحت، الكناين واحد من فوق واحد من تحت، المولر 2 من فوق و2 من تحت، فكده هم 10 على جانب واحد. طيب الكبار، لا الكبار هيزيدوا عندنا في البري مولر، وهيزيدوا المولر واحد، فهيطلع 2 1 3 3 و2 5 5 و3 8، فكده 8 من فوق و8 من تحت، فكده عددهم 16. هضرب في 2 هيديني 32 سنه، دول بتاع الكبار بس. وهي دي معادله الاسنان، وابسط فيها يعني ابسط منها مش هتلاقي. بس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. انا صوتي اتنبح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.